السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا مسك السنة. أقرأ لكم حديثا تقبل الله منا ومنكم. عن أبي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، ما يحفظ شيئا من القرآن، فعلمني شيئا يجزيني من القرآن. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه 5. قال الرجل: هذا لله فماذا لي أنا؟ هذا يعني تقديس وتسبيح لله. قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذه 5. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا قوة إلا بالله، هذه لله. وقل أنت دعاء لك: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. احفظوها وقولوها، تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم، وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.